السلام عليكم. احنا النهارده في محافظة مطروح جايين نوريكم المراحل اللي بيعدي عليها الزيتون لغاية لما يطلع زيت الزيتون البكر الممتاز. واحنا بنقطف الزيتون تعالوا اقول لكم كم معلومة سريعة عن فوائد زيت الزيتون. لو كل يوم اخدت نص معلقة زيت زيتون ده بيقلل خطر الوفاة من امراض القلب والضغط والسكر، وبيقلل من خطر الاصابة بمرض الشريان التاجي، بيساعد في التخسيس، بيقلل نسبة الكوليسترول في الدم، بيسهل عملية الهضم، بيدي احساس بالشبع والطاقة من غير ما يحسسك بهبوط بعدها عكس السكريات. بعد ما قطفنا الزيتون زي ما حضراتكم شايفين هنلاحظ الزيتون اغلبه لسه اخضر وفيه حتت سودة مائل للسواد يعني، وده بيبقى احسن وقت للزيتون اللي بيتعمل منه زيت زيتون بكر ممتاز عشان بتبقى نسبة حموضته قليلة وفوائده عالية. بعد ما قطفنا الزيتون هنروح على المعصرة نوريكم المراحل اللي بيعدي عليها. وهنا بنبدأ نفرز الزيتون على أكتر من مرحلة عشان نضمن إن مفيش معاه أي ورق شجر أو أغصان من اللي وقعت وقت الحصاد. بعد كده بنبدأ نغسل الزيتون كويس، وآخر مرحلة هي مرحلة العصر على البارد عشان في الآخر يطلع لنا زيت زيتون بكر ممتاز فيه كل الفوائد اللي اتكلمنا عليها. لو عايز تشتري زيت زيتون بكر ممتاز تقدر تطلبه دلوقتي من على موقعنا otrosja.com.